طلبتوا مني اعمل لكم عيش صحي، فالنهارده عملت لكم مقرمشات الشعير صحيه جدا. تعالوا نشوف عملناها ازاي، وانتوا اللي هتاخدوا قرار اذا كنتوا تعملوها او ما تعملوهاش حسب الفيديو اللي هتشوفوه دلوقتي. غمستها بايه؟ غمستها بلبنه. لازم تعملوها، اللبنه دي لازم تعملوها، ما فيهاش بقى قرار اذا كنتوا تعملوها ولا لا. هتشوفوا طريقتها في فيديو تاني هنزله لكم. يلا تعالوا نبدا. بس الاول مقرمشات الشعير. على طول رحت اشتريت نص كيلو دقيق شعير، كان بحوالي 24 جنيه. عايزه اقول لكم ان انتوا لو اشتريتوا الشعير وطحنتوه في المطحنه ما بيطلعش ناعم زي الدقيق الجاهز، لان دول لهم مطاحن خاصه، يعني بيطلع برضو عشان قشرته كده فبيطلع خشن شويه. هضيف بقى معلقه من حبه البركه، من السمسم، من بذور الشيا، كمان بذر الكتان، وادي رشه من الملح. اي بذور حابين تضيفوها ضيفوها، عايزين تضيفوا شويه كمون براحتكم. هقلب بقى كله مع بعض، مش بضيف ولا بيكنج باودر ولا خميره. معايا كوبايه ميه، احنا قلنا اخدنا كوبايتين الا ربع من الدقيق، انا اخدت من النص كيلو كوبايتين الا ربع بس، يعني حوالي ربع كيلو دقيق. يعني كوبايه الميه بقى بنزل بيها شويه بشويه، انا استخدمتها كلها، يعني الكوبايتين الا ربع دي اخدوا كوبايه الميه. لميت العجين، هضيف بقى معلقه زيت زيتون صغننه خالص، وهلم العجين مره تانية. بصوا بقى العجينه تحفه تحفه في ايديا، تحفه. شايفين عامله ازاي؟ اتلمت معايا وحلوه قوي. هغطيها وهسيبها نص ساعه ترتاح. هنا كان مر تقريبا 35 او 40 دقيقه، يعني عدت النص ساعه. هنبدا بقى نفردها. في البدايه بقسم الاول العجين كله، قسمته على 6 قطع. طبعا تقسموه على 6 على 5 براحتكم خالص، حسب ما الرغيف هيطلع معاكم. يعني برضو لازم نغطي العجين علشان ما ينشفش مننا. ناخد بقى القطعة اللي احنا هنفردها، بضيف شوية دقيق. بصوا كان في دبانة هتجنني، كانت هتجنني وانا بشتغل. ضفت شوية دقيق كده، برضو دقيق الشعير، وبعدين شوية برضو من فوق، وهنبدأ نفرد العجينة. المفروض بقى نفردها ناعم جدا علشان تطلع زي العيش الجاهز. عايزة اقول لكم ان هي غلبتني في الفرد، بتتكسر جامد جدا، ومش عشان خاطر البذور ولا حاجة، لا هي بتتكسر، ملهوش عرق يا جماعة. يعني مش قادرة اوصف لكم بيتكسر قد ايه، تعبني جدا جدا في الفرد. بدأت اخرمه كده في الشوكة علشان ما يقبش مني وانا بسويه. شايفين؟ بصوا وانا بقطعه بيتكسر ازاي. حبيت اسوي بس الشكل كده عشان يطلع لنا قال يعني زي الرغيف الجاهز اللي هو المستطيل ده. على طول بقى هنقله على جريل مسخناها كويس قوي، النار متوسطة، وهبدأ اسوي. طبعا هو ما اتفردش رفيع قوي زي الجاهز، خدوا بالكم، يعني هو ده اتخن شويه، مع ان دي اقصى حاجه انا وصلت لها. لما بيستوي من اول ناحيه هقلبه على الناحيه التانية، طبعا مش بيتنفخ مننا خالص اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بفضل اقلب فيه كده لغايه ما ياخد لون من على الناحيتين، وبعد كده انا بطلعه على فوطه وبغطيه برضو بفوطه علشان يبقى طري. بصوا بقى النتيجه. اولا ده العيش ماشي، انا حطاه في الفوطه اهو قدامكم، مش طري ولا حاجه ماشي، ومش زي ما بيطلع كده، ومش زي ما بنشتريه جاهز. اما بقى الدنيا اتبهدلت. بصوا دقيق شعير في كل حته، عشان نعمل 5 أو 6 رغيفه الدنيا اتبهدلت خالص. يعني انا بقول لكم لو عايزين العيش الطري اشتروه جاهز. هنا بقى كنت سويت الكميه كلها، وفي الاخر طبعا ما اهتمتش بالشكل. طبعا طالع ما ينفعش يتنى ولا يتعمل راب ساندوتش ولا اي حاجه، فانا قررت ان انا اقلبه مقرمشات شعير، انشفه يعني. فهبدا اقطعه مكعبات زي ما انتم شايفين كده، مربعات قصدي، وهبدا بقى ادخله كده في الاير فراير او الفرن علشان احمصه. بعد التحميص بصراحه كان طعمه لذيذ جدا ومشبع جدا، بيملى المعده جدا جدا، ولكن بياخد غلبه يا جماعه فظيعه. اسمعوا بقى صوت القرمشه. بعد ما شفتوا تجربتي بقى، هتعملوها ولا مش هتعملوها، ولا شراء العبد احسن من تربيته؟